يلا نحضر مع بعض احلى طبق مكرونه في 10 دقايق بس. هنعمل النهارده باللحمه المفرومه بطريقه سهله وبسيطه جدا وعلى قد الايد، مش هتكلفك كتير. هنعملها على البوتاجاز في طاسه واحده بس، حلوه وسريعه وهتشرفك جدا في العزومات وتسد معاكي جوع اخر الليل. هنعملها بطريقه النهارده سهله، بس كملوا معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدا لازم تسموا الله وتصلوا على الرسول وتنزلوا اشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه فيديوهاتي. يلا اقول لكم عملت الطريقه ازاي النهارده، طريقه سهله. يلا اقول لكم عملتها ازاي، بس كملوا معايا الفيديو للاخر. اقول لكم عملناها ازاي مع بعض. انا هنا جبت معايا طاسه على النار ونزلت بمعلقتين من الزيت، هسيبهم كده يسخنوا كويس قوي. بعد ما سخنوا معايا جبت بصلايه، هبدأ اقطعها كده مكعبات صغيرة. انا كل شغلنا النهاردة هنشتغلوا على البوتاجاز من فوق في الطاسة، مش هندخل فرن ولا اي حاجة خالص. كده قطعنا البصل مكعبات، اللي حابب برضو يفرمها في الكبة ينفع، برضو يقطعها مكعبات صغيرة يقطعها. افضل بقى اقلب فيها لحد ما تدبل معايا كويس وتصفر وتاخد اللون الذهبي المطلوب. هفضل اقلب فيها كده 5 دقايق على النار لحد ما تاخد لون معايا. جبت هنا معلقه من الملح وكمان نص معلقه من الفلفل الاسود. هقلبهم كده كويس لحد ما يبداوا يصفروا معايا ياخدوا اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. انما البصل اتصفر معايا، جبت حله على النار وهسلق فيها كيس المكرونه. انا هنا مستخدمه مكرونه قواقع من مكرونه ستار، مكرونه حلوه ومختلفه جدا عن مكرونه سباكيت في المكرونه القلم كمان. هنا جبت معلقه من الملح وهنزل عليها كمان برشتين من الزيت. هسيبها تستوي معايا، هقلبها الاول، هسيبها تغلي تستوي معايا. بص بقى البصله بعد ما صفرت وخدت اللون الذهبي، انا هنا معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، نزلته على البصل وهقلبه كويس قوي لحد ما اللحمه كلها تتعصج معايا. كده بعد ما اتعصجت معايا جبت حبه من البابريكا في حدود ربع معلقه مش اكتر، ومعايا كمان بهارات لحمه، دي ربع معلقه ودي ربع معلقه. هفضل اقلبهم كده كويس اوي مع بعض. ومعايا هنا فلفل الوان مقطعاه مكعبات صغيره، هقلب ده كله في بعضه. هنا وجبت هنا معلقتين 3 معالق من الصلصه يكونوا كبار. انا هنا هستخدم صلصه عشان هيبقى سريع جدا في السوا والتسبيك كمان بتاعه الصلصه، عشان دي المكرونه سريعه جدا في 10 دقايق. لو ما عندكيش صلصه ممكن برضو طماطم فريش تنفع، بس هتاخد معاكي وقت من ما تتسبك معايا. انا هنا مستخدمه الصلصه عشان تاخد معايا وقت اسرع بكتير. هفضل اقلبهم كده لحد اول ما يبداوا كله يدخل في بعضه، يبداوا يسبكوا معايا. هزيدهم هنا بكوبايه من الميه عشان الصلصه تتسبك معايا مع اللحمه المفرومه، تتشرب كمان وتسوي لي اللحمه اكتر. غطيهم هنا لحد ما يتشربوا ويسبكوا معايا كويس. بعد خلاص ما تسبكوا معايا كويس وبيشربوا الميه كمان بتاعتهم والصلصه اتسبكت معايا خلاص، هجيب المكرونه اللي انا سلقتها ونزلت بيها كلها على الصلصه. يلا بقى اقلب ده كله مع بعضه. في النار كده المكرونه اللي معايا خلصت، هقلبه كله
هقلبها كويس جدا لحد ما اللحمه المفرومه والصلصه تدخل في كل المكرونه. كده خلصنا المكرونه بتاعتنا كويس، وحضر طبق عشان نغرف فيها واوريكم شكلها كمان عامل ازاي. كده المكرونه مخدتش معانا 5 دقايق على النار وسريعه جدا، ممكن تعملها في اي وقت. هنا جبت طبق التقديم، هبدا بقى اغرف المكرونه. على فكره وتكفي معايا كذا فرد مش فرد واحد، عشان انا هنا عملت معايا طبقين من طبق التقديم، طبقين كبار جدا في حدود 3 اطباق متوسطين. حلوه وسريعه جدا وشكلها حلو. الفلفل الالوان برضو هيدينا شكل حلو وطعم احلى كمان. خلاص بعد ما غرفت الطبق خلصته، هبدا بقى جبت شويه خضره هنا من كزبره، هبدا ازين بيهم الطبق. بس كده الشكل النهائي بتاع المكرونه. 10 دقايق اسرع مكرونه ممكن تعمليها، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. حلوه وسهله وبسيطه وسريعه كمان، وتسد معاكي جوع اخر الليل. ممكن في ثانيه واحده تعمليها، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص، وحلوه جدا وسهله وسريعه. ولو عندك ضيوف برضو تعمليها في دقيقتين 3 بس، مجرد ما تسلقي مكرونه، او لو عندك مكرونه بايته ممكن نعملها بنفس الطريقه، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. وبس كده خلصنا الفيديو. رب الفيديو يكون عجبكم والمكرونه كمان يكون عجبتكم. عايزه بقى لايك حلو وكومنت احلى، انزلوا اشتركوا في القناه وقولوا لي رايكم في المكرونه. وكده عملنا معاكم مكرونه ال10 دقايق، عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم. وبس كده خلصنا الفيديو، اشوفكم تاني في فيديو جديد.